أنا اسمي قذافي فراج عبد العاطي. قتلت 4 مرات مع سبب الإصرار والترصد. قتلت 4 محدش فيهم عمل لي حاجة وحشة، بالعكس كلهم حبوني وأمنولي. طب إيه اللي حصل؟ ده اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. كلها كام يوم ويتعرض مسلسل السفاح للفنان أحمد فهمي على منصة شاهد. المسلسل اللي بيحكي عن قصة حياتي وإيه اللي عملته وصلني إني أتعدم. الموضوع بدأ سنة 2012 أيام ما كنت شغال محامي، وكان ليا واحد صاحبي اسمه رضا شغال مهندس في السعودية. رضا كان بيأمن لي وبيحبني ويبعت لي كل الفلوس اللي بيعملها في الغربة. كمان كان عامل لي توكيلات كتير، وده لاني مش مجرد صاحب عادي بالنسبه له، لا كنت صاحب عمره ما شك فيا ولا كان يتخيل ان نهايته هتبقى على ايدي. بعد 3 سنين كده جبنا السعوديه، واول ما جه كلمني وقال لي في التليفون انه عايز يستلم مني فلوسه املاكه وكل متعلقاته. ساعتها انا قررت اتخلص من صاحبي، وبدات فعلا اعمل خطة عشان اموته. اتصلت بيه عزمته على العشاء عندي في بيتي في الجيزة. بعد ما خليت البيت فاضي ما فيهوش حد غيري، حطيت له سم في الاكل، وفي اقل من ربع ساعة كان الموضوع منتهي ورضا مات. بعدها خدت الجثة ودفنتها في حفرة عمقها 2 متر جوه اوضة من اوض بيتي. كنت محضرها بعد مكالمته على طول، ودي كانت أول جريمة أعملها في إبريل 2015. وعشان الموضوع يبقى ماشي صح ومحدش يشك فيا من قراب المجني عليه، بعت له رسالة من موبايله لأهله، قلت لهم فيها البوليس قبض عليه. المفروض ساعتها كنت أندم على اللي عملته، بس اللي حصل كان عكس كل ده. أنا كملت في السكة اللي بدأتها، وبعد فترة موتت مراتي عشان سرقت مني 400,000 جنيه. كانت فاكرة اني لما هيتاخد مني مبلغ زي ده مش هبص بره ومش هتجوز عليها، ولما ما اقتنعتش خالص ان ده ملوش علاقة بده واني مش انا اللي يتنصب عليا، موتها ودفنتها في اوضة النوم في حفرة برضه، وحطيت جنبها الدهب بتاعها كله عشان تعرف ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. بعدها بقى اني اموت حد دي بقت اسهل حاجة عندي. الضحية التالتة بقى اللي قتلتها كانت بنت بتشتغل في مكتبة عندي، اللي في الأصل تعتبر بتاعت رضا صاحبي اللي موته، وكانت بتجمعنا علاقة أنا وهي، بس ما كنتش بحبها. حبيت أختها واتجوزتها، وبعد فترة البنت دي هددتني إنها هتقول لأختها على العلاقة اللي بينا. ساعتها قلت مش هتبقى أغلى من مراتي الأولى ولا من صاحبي، وقررت أخلي مصيرها زيهم بالظبط. حفرت حفرة تالتة في البيت وموتها هي كمان، وعشان اهلها ما يبلغوش عني ويودوني في داهية اقنعتهم انها هربت برا مصر مع واحد عشان تشتغل في التمثيل والاعلانات، وطبعا هم خافوا من الفضيحة وما بلغوش. بعدها الدنيا بقت قلق، عشان كده خفت لا اتكشف او حد يحس بحاجة، فقررت اروح اسكندرية وابدأ هناك حياة جديدة. وفعلا سافرت وفتحت محل ادوات كهربائية، وبعد شهور اتعرفت على واحدة عن طريق شغلي الجديد، واقنعتها اني بحبها وعايز اتجوزها عشان اقلبها في قرشين طبعا، لحد ما خدت منها 40,000 جنيه تمن شقة كانت عندها وباعتها. بعد فترة بدأت تزن عشان الفلوس، قلت لها مش معايا فلوس بس ممكن اديكي بيها بضاعة، وحددت ميعاد ساعتها معاها عشان تجيلي المخزن. واول ما جت حصلت ال3 التانيين.